بتبدأ القصة بالدكتور جيمس موكون وهو في سكته لبلد بعيدة ومنعزلة اسمها نورفولك، رايح هناك بدعوة من خاله اللي محتاج خدماته الطبية. في السكة حصانه بيضيع منه وبيضطر يقف وقفة سريعة لأن الليل كان دخل. في اللحظة دي بالذات بيقابل راجل غريب اسمه مايكا بيعرض عليه يكمل السكة معاه. مايكا بيسأل جيمس إذا كان معاه راجل تاني اسمه جو، فجيمس بيشرح له إنه مسافر لوحده. ورغم إن الكلام في الأول كان عادي ومحترم إلا إن الجو اتقلب فجأة وبقى عدائي لما جيمس قرر يمشي ويسيبه. مايكا اتهم جيمس بإن معاه الأحجار الكريمة، بس الدكتور ما كانش فاهم أي حاجة عن اللي بيقوله. مايكا مسك جيمس علشان يفتشه ويدور على الأحجار، بس جيمس قدر يزقه ويبعده عنه. فجأة ضباب أحمر غريب انتشر في الغابة وحاجة مش متشافة سحبت مايكا واختفت بيه. قدام الموقف الخرافي ده جيمس جري وهو مرعوب وفضل يجري لحد ما وصل لأسوار نورفولك، وفضل يخبط على البوابة الخشب لحد ما حارس البوابة دوفي فتح له لما سمع اسمه. جوه الأسوار دوفي قال لجيمس إن خاله مستنيه ونصحه إن السفر بالنهار أأمن بكتير. بعد كده الدكتور دخل حانة صاحبها راجل أعمى اسمه توروب وحبيبته لوسيل. قابله هناك راجل رحب بيه بحرارة كان اسمه دوجلاس، وده كان آخر واحد جديد جه البلد، وحاليا بقى بيشتغل مصورات البلد وكمان خياط ومتخصص في القبعات. جيمس لاحظ الصور اللي متعلقة على حيطان البار واللي بتوصف المخاطر اللي في نورفولك، فدوجلاس سأله إذا كان شاف أي أشباح. جيمس كان شكله متردد، فدوجلاس أكد إن محدش متأكد من حقيقتهم. بعدها بشوية واحد طلب من تورب إنه يوريهم مهاراته، فزبون حط قطعة شطرنج على ترابيزة ولوسيل طقطقت بلسانها علشان تفعل قدرة تورب. بعد كده دوجلاس ودع جيمس وعزمه يزوره في المحل بتاعه، ولما جيمس بقى لوحده سأل تورب عن قدرته دي، فصاحب البار رد بتواضع وقال إنها مجرد حركة بيعملها علشان يبهج الناس. في اللحظة دي ظهر جيسي وأخد جيمس وهو متضايق وقال له إنه خاله مستنيه في البيت. قبل ما يمشي جيمس سأل عن أوض للإيجار، فتوروب عرض عليه اختيار واحد. شوية وجيمس اتلم شمله تاني مع ماثيو خاله اللي بيدير البلد. الاتنين قعدوا يحكوا مع بعض بحب، وجيمس عبر عن إعجابه بالبلد الهادية والمتناغمة ومواردها الكتير. ماثيو علق وقال إن البلد دي بتقدر الشخص بمنفعته مش بشكله الخارجي، ومفيش أي تفرقة عنصرية، ودي حاجة مش بيشوفوها في العالم اللي بره. وهما بيتكلموا جيمس حكاله عن الموقف الغريب اللي حصل له بره الاسوار، فماثيو اكد له ان دي كانت اشباح ومعاها الضباب الاحمر. ورغم ان جيمس ما كانش مصدق الا انه سمع كلام ماثيو وهو بياكد ان الاشباح دي حقيقه، لكنه طمنه انهم في امان طول ما هم جوه الاسوار. بعدين ماثيو ادى لجيمس نبذه عامه عن نورفولك اللي قريب جدا هتحتفل بعيدها ال 25، وكلمه عن عياده بيجهزها. وتاني يوم الصبح جيمس شاف صيادين البلد آني وأخوها ويليام اللي جسمه طويل وقوي. وبعد الغداء واحد اسمه مايك راجل أرمل ومتعاطف مع الناس ورى جيمس البلد وشاور له على مكان عيادته. وفي طريقهم شافوا جيسي وهو بيدي موعظة لجو الراجل اللي مايكا كان بيسأل عليه. عدى من جنبهم راجل بيجر عربية صغيرة متغطية، ولما جيمس بص جواها اكتشف جثة مايكا. الراجل قال له إن الأشباح هي اللي خلصت عليه. ولما وصل عيادته جيمس استقر بسرعة وجات له ورقة طلب زيارة منزلية من أول مريضة ليه، وهي مدرسة البلد السيدة روبرتس. كان عندها كحة شديدة، بس كل اللي كانت بتسأل عنه هو حرق وحش في إيدها من إبريق شاي. جيمس قال لها إن ممكن يكشف على الكحة، بس السيدة روبرتس قالت له إنه الدكتور اللي فات ما قدرش يعالجها، وعلشان كده هي فاكرة إن الكحة دي بسبب الطباشير. جيمس أظهر خبرة كبيرة لما عرف إن سبب الكحة هو حساسية من حبوب اللقاح. في الليلة دي صرخة تصم الودان جت من بره الأسوار، فجري بسرعة على البوابة واللي ما كانش عليها حراسة. لقى جو غرقان في دمه وبيجري ولسانه مقطوع. جيمس عمل له إسعافات أولية فورا وكوى لسانه علشان يوقف النزيف. ولما جو أغمى عليه جيمس استغل الهدوء اللحظي ده علشان ينظف الدم اللي على الأرض، ولقى كيس صغير بتاع جو في أحجار كريمة. بعد كده جو فاق وهو مفزوع وخطف الكيس من إيد جيمس بسرعة وهرب. ورغم إن جيمس حاول يمنعه إلا إن إصابته في دراعه الشمال صعبت عليه الحركة. وفي وقت بعد كده من اليوم جيمس زار محل القبعات بتاع دوجلاس اللي عرض عليه خياط له بلطو قبعة أشيك. جيمس كمان بان عليه الاهتمام بكاميرا عند دوجلاس عمره ما شاف زيها قبل كده. وهو بيتفرج على الصور اللي دوجلاس مصورها لقى صورة للدكتور القديم بتاع البلد، فسأل عن الدكتور اللي قبله. محدش يعرف بالظبط هو ساب البلد ليه. دوجلاس كشف عن هوسه بالأسرار اللي حوالين نورفولك وشرح إن السكان بيعاملوا الأشباح كأنها دين، إنما هو كان هدفه بس إنه يصورهم.
وخلال كلامهم جيمس عرف إن آني واحدة من الصيادين اللي كانت ماسكة العيادة بعد ما الدكتور اللي فات مشي، فقرر يروح لها على أمل إنه يشغلها مساعدة ليه. لكن دوجلاس علق وقال إن الأخين عايشين بره الأسوار. ولما جيمس حاول يخرج من البوابة علشان يزور الصيادين، دوفي وقفه وقال إن محدش يقدر يخرج من غير إذن ماثيو. بس جيمس قدر يقنعه وشرح له إنه محتاج يشوف آني ضروري. لما وصل لبيت الأخين المتواضع، جيمس شرح لها هدفه وإنه عايز يشغلها، بس آني ما ادتش أي اهتمام بإنها تشتغل شغلتين. ومع ذلك جيمس فضل مصر على عرضه. وفي يوم ماثيو زار جيمس وطلب منه وصفة قديمة من الدكتور اللي فات كانت بتساعد الناس تنام. ولما جيمس قال له انه حاول يشغل آني، ماثيو عارض الفكرة وقال له ان آني ليها هدف واضح كصيادة، بس في الاخر وافق طالما آني هتقدر توازن بين الشغلانتين في نفس الوقت. بعدها ماثيو لاحظ بقع الدم بتاعة جو وسأل جيمس عنها، فجيمس حكى له تفاصيل الليلة كلها. وش ماثيو اتغير وبقى متضايق إن جيمس ما بلغش عن الحادثة فورا، وشرح له إن الأشباح هي المسؤولة عن الهجوم على جو. ورغم إن جيمس كان لسه شاكك في موضوع الخوارق ده، إلا إنه قرر يمشي ورا كلام خاله وخلاص. جيمس غير الموضوع وقال له إنه هيشتغل على الدواء، بس لما قرأ الوصفة بقى قلقان من تركيز المحلول القوي ده جدا. اقترح على ماثيو إنه ممكن يعمل دواء نوم أحسن من ده، بس خاله كان مصمم على الوصفة القديمة. بسرعة جيمس خرج بره الأسوار يدور على مشروم للوصفة، بس الضباب الأحمر ظهر فجأة. الضباب خلاه يدخل في نوم عميق، وقبل ما يغمى عليه جيمس شاف جو وهو بيهرب بيأس من الأشباح. وبعد الحدث المقلق ده جيمس راح بار توروب علشان يفوق هناك. وتاني يوم الصبح اتفاجئ بآني وويليام الأخين الصيادين واقفين على باب عيادته، لأن آني وافقت على عرضه. بعدها على طول وصلت مريضة بنت أخت جيسي اللي دراعها اتجزع بعد ما وقعت من على شجرة. وبعد ما رد لها دراعها، جيمس نصح البنت تبعد عن تسلق الشجر لفترة. أني سألته ليه كده بما إن دراعها هيبقى كويس خلال يومين 3. جيمس شرح لها إنه عاوز يمنع البنت تخرج بره الأسوار، وده سبب إحباط بسيط لآني اللي قالت إن الأشباح مش المفروض نخاف منها. بعد كده الأيام عدت وجيمس اندمج في المجتمع وبقى بيروح بار توروب باستمرار، وحافظ على وعده إنه يعلم آني شوية مهارات طبية. وفي مرة وهما بيتعلموا الخياطة الجراحية، جيمس سأل آني ليه ويليام مش بيتكلم، فكشفت له إنه ما تكلمش ولا كلمة من يوم وفاة والدهم اللي كانت آخر كلماته خليك ساكت. وفي الليلة دي وجيمس وآني قاعدين بيشربوا مع بعض، ظهر مايك واقترح على آني تيجي تعيش معاه في بيته علشان تملى الفراغ اللي سابته مراته بعد موتها، بس هي رفضت فورا وقالت إنها مش شايفة نفسها ست بيت. بعدها مايك مشي وفتحوا موضوع إصابة جيمس في دراعه الشمال واللي جات له أثناء الحرب الأهلية لما وقع في كمين للكونفدراليين. لفوا حوالين دراعه سلك شايك وجروه لمسافة ميل تقريبا. بسبب الإصابة دي هو وافق على دعوة خاله لنورفولك لأنه كان شايف نفسه ملوش لازمة في أي مكان تاني. بعدين طلب من آني تخلي ده سر لأنه ما قالش لماثيو، وده ضايق آني اللي كانت شايفة إن جيمس مش المفروض يتحكم عليه بسبب جروحه لأنه دكتور شاطر. عموما آني حذرته وطلبت منه ياخد باله، وقالت له إن البلد دي مش أمان، وإنه لو كسر قاعدة واحدة ممكن يتعاقب من الأشباح. جيمس رد عليها بإن حياته بره مش أحسن، وسألها هي ليه ما سابتش البلد طالما شايفاها وحشة قوي كده. ردت عليه وقالت إن البلد هي اللي مش هتسيبها تمشي، وكشفت إن الأشباح قتلت الدكتور اللي فات لما حاول يهرب، ووصفت نورفولك بإنها سجن. وبعد خناقة قصيرة جيمس اعتذر وراح ينام وساب آن لوحدها، واللي قررت هي كمان ترجع بيتها. قبل ما تلحق تخرج من الأسوار اتعمل لها كمين واتسحبت جوه العيادة، وهناك 2 رجالة اعتدوا عليها بوحشية. هي دفعت عن نفسها بسكينة الصيد بتاعتها وقدرت تهرب. ويليام لقاها غرقانة في دمها وأخدها على الحانة، وهناك جيمس ولوسيل وتوروب اتجمعوا علشان يعالجوها. وتاني يوم الصبح جيمس حاول يسألها عن اللي حصل، بس آني رفضت تجاوب وقالت لويليام إنها عايزة تروح البيت. وهو ماشي دوجلاس جري وراه وقال له إنه عنده حاجة مهمة يوريها له. ورغم إن جيمس كان ناوي يبلغ ماثيو باللي حصل، إلا إن دوجلاس اترجاه يسمعه وأخده على المحل بتاعه. في السكة شافوا راجل بيجر الجثث بتاعة جو ومايك وبيقول إن هم اللي هجموا على آني وإن الأشباح قتلتهم كعقاب. ده زود قلق جيمس وخلاه عاوز يعرف دوجلاس عايز يقول إيه. دوجلاس كشف انه كان شاهد على اللي حصل لآني وحس بالعار انه ما قدرش يتصرف، بس قدر يصور صورة للحظة دي بتوضح ان ماثيو كان مجرد واقف بيتفرج من شباك العيادة، وجيمس اخد الصورة وراح يواجه ماثيو بيها. ماثيو شرح ان هو اللي نادى للأشباح علشان تساعد آني، واللي هجم عليها جو ومايك.
لكن جيمس ما صدقوش لأنه عارف إن مايك ما عندوش الجرأة يأذي آني اللي كان بيحبها. وماثيو اقترح إن مايك يمكن حس بالتهديد من قرب جيمس من آني، فدبر خطة قاسية علشان محدش تاني ياخدها، ورغم كده جيمس فضل شاكك. جيمس أدرك إن ماثيو دلوقتي معاه الأحجار الكريمة بتاعة جو، وده فجر غضب ماثيو اللي صرخ وقال إن دي مش أحجار جو. ماثيو كشف إنهم كانوا بينقبوا عن الألماس ومخبيين الثروة دي عن سكان البلد اللي ليهم فيها حق زيه بالظبط. جيمس وبخه على كذبه واستغلاله للناس، وده سبب مواجهة جديدة ماثيو انتقد فيها جيمس على سره بخصوص إصابته. ماثيو قال له إنه مش فارق معاه الإصابة نفسها قد ما فارق معاه كذب جيمس، وقال إن الأشباح بتساعد في الحفاظ على النظام في البلد، وده بيسمح له يحكم سكان أغلبهم من البيض. في نفس الوقت آني كانت بتحلم بكابوس عن يوم موت أبوها، افتكرت هجوم الأشباح وصحيت مفزوعة، وقالت لويليام إنها لازم تلاقي جيمس. جيمس كان في طريقه عايز يزورها، وبدأ الضباب الأحمر يقرب منه قبل ما يظهر شبح قدامه وخلاه يفقد الوعي. وفي الحانة ماثيو كان بيتكلم مع توروب بيطلب ولاءه، وكشف إن هو العقل المدبر ورا كل حاجة، الهجوم على آني وموت أبوها وفقدان توروب لبصره، والأهم من كل ده الأشباح. توروب كان عارف كل حاجة بس كان ساكت علشان يحافظ على السلام في البلد، ورغم إنه كان متضايق من اللي حصل لآني إلا إن ماثيو أمره يسكت. ولما جيمس فاق لقى دراعه المصاب مربوط في حبل متشعلق في شجرة، وشوية وشبح بدأ يقرب منه ببطء، بس ويليام ظهر وضرب الشبح بالنار وساعد جيمس يهرب. ويليام ورى جيمس إزازة من دواء النوم بتاع ماثيو، وهنا جيمس بدأ يجمع الصورة كاملة، وأدرك إن ماثيو كان بيستخدم المادة دي في الضباب الأحمر، وفهم أخيرا إن ماثيو كان مسيطر على كل حاجة طول الوقت، وإن الأشباح مش حقيقة. بعد كده رجعوا على بيت الأخين بس لقوا المبنى مولع نار. ويليام جري بسرعة ناحية البيت وصوته رجع له أخيرا وهو بينادي على أخته. بعدين رجعوا لتوروب علشان يوصلوا له الخبر الحزين، وهناك كان الكل في حداد على فقدان صاحبتهم. جيمس شاركهم اكتشافه، بس لما لوسيل اعترفت انهم كانوا عارفين اصلا ويليام خرج وهو غضبان. بعدين جيمس راح على احتفالات البلد بالعيد ال25 لنورفولك، وهناك ماثيو كان بيكرم الأشباح اللي المفروض بتجيب العدالة للي يستحقها. كانوا بيفكروا يقدموا دوجلاس كقربان لأنه ما احترمش الأشباح، لكن ويليام ظهر وسط الحشد ببندقية وطلب منهم يسيبوا دوجلاس في حاله. اتقبض عليه فورا، وجيمس جري ناحية دوجلاس اللي وقع على الأرض بسبب إصابات خطيرة. جيمس واجه ماثيو وقال له ان الناس لازم تعرف الحقيقة. ماثيو توقع ان جيمس هيفضحه فقلب الترابيزة عليه وكشف سر اصابته وصوره كدكتور فاشل، وكذب وقال ان جيمس هو المسؤول عن موت آني. جيمس حاول يصرخ بالحقيقة للناس بس محدش سمعه لان الكل كان لسه مصدق ان الاشباح حقيقة. فجأة ظهر شبح وكشف عن نفسه، وطلعت آني لابسة اللبس اللي كانوا بيستخدموه علشان يخدعوا أهل البلد. آني كشفت الحقيقة، ومع الأدلة الناس بدأت تصدقها. في نفس الوقت الحانة اتهجم عليها من رجالة ماثيو اللي حاولوا يولعوا في المبنى، بس توروب ولوسيل اتحدوا مع بعض وقضوا على المهاجمين واحد ورا التاني بتناغم كبير في حركتهم. شوية وماثيو نشر الفوضى في كل البلد، ورجالة لابسين أقنعة غاز بدأوا ينشروا الضباب الأحمر اللي هو دواء النوم المتنكر. على طول الناس اتجمعت علشان تحارب المهاجمين، وشوية منهم قدروا يهربوا من البوابات. ماثيو نادى على السيدة روبرتس اللي كانت لابسة قناع غاز، اكتشفوا ان هي كمان جزء من الخطة، وهي اللي كانت مسؤولة عن خيانة آني ليلة الهجوم عليها. ولما أعلنت إنها مش هتتعاون مع ماثيو تاني هو خلص عليها. آني حاولت تضرب ماثيو بالنار بس هو هرب واختفى في الضباب. ظهر تاني بره الحانة وأخد لوسيل رهينة علشان يستدرج توروب، لكن توروب بكل شجاعة أخذ الرصاص كله لحد ما ذخيرة ماثيو خلصت. استغل توروب الفرصة وهجم عليه وقدر يفقع عينين ماثيو، بس بعدها وقع على الأرض ومات في حضن لوسيل. وتاني يوم آني قالت لجيمس إنه يقدر يبقى قائد البلد الجديد، بس هو تردد بسبب قرابته لماثيو. آني قالت له إن اسمه مش بيحدد مصيره، وإنه راجل وأحسن من خاله، لكن اللي ما يعرفوش إن ماثيو نجا من الهجوم ومستخبي في الغابة وعينيه متغطية. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.